وسائل الإعلام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل في آخر الزمان أو سيأتي على الناس الزمان يكذب الرجل الكذبة فتبلغ الآفاق. كنا ما نعرف كيف الكذبة تبلغ الآفاق. جاءت الأقمار الصناعية وجاءت شبكات التواصل، وكل يوم نسمع ما هو كذبة واحدة، ما عاد هي كذبة إبريل، نسمع كذبات ليل ونهار. ما هذه الكذبات؟ هذه الكذبات إفساد اجتماعي. وظيفة الإرجاف في كورونا عبر أجهزة الإعلام لها هدف. أنتم الآن تختلفون في هذا المجلس، تختلفون في فهم الكلام. من أين جاء؟ جاء من الأسلوب الذي وضعه الشيطان وأتباعه في إنزال الخبر، لأن التناقض في الخبر يؤدي إلى التناقض في الناس، يؤدي إلى الصراع بين الناس، فهم لا يريدون إلا الصراع. فما دام هذا الفيروس سيوجد صراع بين الناس، يجب أن تأتي منظمة دولية وتقول هذا خطر وهذا كذا وهذا كذا، ويجب الاحتمام منه، ويجب تأتي منظمة دولية أخرى تقول لا ليس صحيح، هذا أمر طبيعي وهذا قد عرف من قبل ولا غير ذلك. الآن من الذي يختلف؟ هؤلاء المهندسين ولا الناس؟ الناس تختلف. إذن غرضهم الاختلاف في المجتمع، فرق تسد.